حدود وغزل المحلة انهم في موقف طبعا صعب جدا جدا، الفلات او الهروب منه. ودي باسم، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عملها باسم مرسي في الدقيقة السابعة، وضربة مقصية رائعة يفتتح بيها التسجيل على طريقة أونزاجا. باسم مرسي بيضع ثالث الأهداف الشخصية وأول أهداف الفارس الأبيض. بص شوف باسم مرسي بيعمل إيه، هو ده باسم الحاسم. بص شوف باسم بيعمل إيه، واحدة والتانية مقصية لا تصد ولا ترد، هدف للفرجة وللمشاهدة، يكمل متعة أهداف الفارس الأبيض ومتعة الأهداف الجميلة اللي بتسجل خلال هذه البطولة. واحدة من أجمل وأبدع الأهداف. ولكن يا سلام يا سلام يا سلام، كهربا بيلعب على طول كورة يلحق اسلام، لكن يا سلام يا دويدار يا ولد، يغمز عبد الخالق، وسع عبد الخالق، رايح فين؟ تيجي له تاني، جول يا عبد الخالق، تخدم عبد الخالق الكرة وتجيله واحدة والتانية. والكرة لما تعوز والكرة لما تحب مش ممكن ابراهيم عبد الخالق في كرة لازم نرجع الفضل لاحمد دويدار، لان اللي بدأ هو دويدار واللي مشي دويدار واللي غمزها له عمل له الاسيست بشكل رائع. بصوا حضراتكم دويدار عمل ايه، واحده ادي الثاني. شوف عبد الخالق بقى، شوف القرار الشخصي والمهاره الفرديه خدمته هنا وجات له، وينكشها او يغمزها كده وهو ماشي ويحط الهدف الاول بعد ربع ساعه لنادي الزمالك. اهي بصوا حضراتكم، بقول لك الكره لما تعوز والكره لما تحب يا سيدي خلاص قول زي ما انت عايز تقول. اهي خبطت جات له تاني وغمزها عبد الخالق. طبعا كانت قدم عمرو حسام وبقى استنى عرضيه احمد عادل، ويلعب احمد عادل الكره العرضيه، وادي منتهى الخطوره لسه شمامه، وشمامه يلعبها لجوه، خطيره وضربه جزاء لاتحاد الشرطه في توقيت مهم جدا للشرطه. هنشوفها تاني فيها اشتراك والشناوي. شمامه جول، هدف التعادل لاتحاد الشرطة الدقيقة 44. أحمد مصطفى شمامة يعيد اتحاد الشرطة. وكنت لسه من ثواني بقول لحضراتكم نتيجة 1-0 ما تطمنش أبدا. يعود اتحاد الشرطة ويحطها حلوة على شمال الشناوي، وتصبح النتيجة 1-1. اتحاد الشرطة عاد بضربة الجزاء اللي احتسبها الدولي الأردني أحمد يعقوب على، قالوا لي ان في اكسترا تايم يا استاذ محمد، قالوا لنا اكسترا تايم. عدى وفات جول، خلصها مصطفى فتحي. يا كرة القدم وإثارتها، يا كرة القدم ومتعتها، مش ممكن مصطفى فتحي ويجيبها بإيه؟ بالرجل اليمين مش بالرجل الشمال. يفوت مصطفى فتحي ويلعبها. ده انا لسه بقول الراجل هيقول ضربات جزاء ولا اكسترا تايم، وقال كلمته مصطفى فتحي. يا مصطفى فتحي مش ممكن. بص مش ازاي، وحطها بيمينه، حطها بالرجل العكسيه. مصطفى فتحي مجهود كبير ويحطها بيمينه على شمال عمرو حسام في الوقت القاتل وفي الوقت اللي بنستعد فيه ونقول رايحين على اكسترا تايم. يحط مصطفى فتحي الهدف في اللحظات. وبدأ انبي يبدو عليه بعض النشاط. ادي انطلاقة ضربة جزاء محمد فاروق بلا تردد. الكورة من حسام غالي في مساحة روعة استغلوها لاعيبة النادي الأهلي. مر رمضان من الأول بمنتهى المهارة وكان رايح على المرمى. عبد الله السعيد حدد زاويته، خد قراره وسجل أول الأهداف في أقصى الزاوية اليمنى. يضع عبد الله السعيد أول أهداف اللقاء بركلة جزاء صحيحة تماما لرمضان صبحي. رمضان وعبد الله يترجموا تفوق النادي الأهلي ولو حتى رقميا في الشوط الأول بهدف التقدم. بيطبل عبد الله السعيد ده قبل بداية المباراة في لحظة اصطفاف الفريقين واستعداد الجميع لبداية المباراة.
عبد الله بيستعد، وعبد الله يسجل الان. عبد الله السعيد اول اهداف اللقاء وثامن اهدافه مع النادي الاهلي في مشواره في الدوري هذا الموسم. لإحراز هدف النادي الأهلي الآن أحمد فتحي المتألق بتسديداته مؤخرا. وليد سليمان مؤمن، جول جول جول. الحظ لا يأتي إلا للمكافحين، الحظ لا يكافئ إلا المجتهدين. بالحظ خبطت، لكن الأهلي تماسك بعد الطرد وتبديلات مارتينيول تأتي بنتيجة الآن. إيفونا هو اللي تسبب في الضربة الحرة، وقلت لكم هي فرصة إيفونا لم تكن فرصة مؤكدة لإحراز هدف، لكن الكرة دي الضربة الحرة هي فرصة مؤكدة للنادي الأهلي لإحراز هدف. يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي، يصعب المهمة جدا على إنبي الآن. حتى الأهلي وهو ب10 لاعبين وبنقص عددي ما زال قادر على التهديف وقادر على الوصول لمرمى إنبي بركلة حرة. إذن الهدفين من ضربة جزاء ومن ضربة ثابتة، من ركلة جزاء ومن كورة ثابتة، من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء يلعبها مؤمن زكريا تلمس في راس أحد لاعبي